السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، يسعد صباحكم كل اوقاتكم بالخير. كيف عاملين؟ ان شاء الله تمام بصحة وعافية يا رب العالمين. ما عارفة صوتي حيكون واضح ولا ما واضح، لكن قعدت الاقيني تعليقات كتير شديد. طبعا عندي زي 10 دقايق كده منتظرة فيها. قعدت الاقيني تعليقات كتير شديد عن بقول لي بنتك الكبيرة اختفت، عن لمورة وكده. طبعا لمورة هي كويسة الحمد لله، ما اختفت ولا هي حاجة، بس هي حاليا في سافرت لليمو، يعني لمورة وليمو الاتنين في مصر. لمورة وليمو الاتنين في مصر، لكن كويسين الحمد لله، ما عندهم اي عوجة. تمام التمام. كل الناس اللي بيسألوا عن لمورة كويسة. طبعا سافرت، وهي اصلا في الفترة الاخيرة بقت ما بتحب تظهر. يعني حتى انا بذكر يوم العيد فما كانت حابة تظهر، ما كانت حابة فكرة انها تظهر في التصوير وكده. فعشان كده هي اصلا ما قاعدة تظهر، لكن هي كويسة. واصلا هي حتى لو ما حابة تظهر في اثناء ما انا بصور كده ممكن تظهر يعني. فبس عشان كده حبيت اوضح النقطة دي، انها هي بس ما فيشة. عشان كده انتوا ما قاعدين تشوفوها خالص في الفيديوهات. سافرت مصر، فجات فرصة حلوة شديد انهم يسافروا ويستمتعوا بوقتهم. فقلت خلاص خليهم يسافروا ان شاء الله. فكلهم كويسين، ما عندهم اي عوجة الحمد لله. حبيت اطمنكم واطمن كل الناس اللي بيسألوا من الأمورة، ما عندها اي عوجة. Become last time بالليل صعب الدنيا دي حياة. الجيم ماشي يا دكتور الأسنان اللي من الصباح. امشي امشي قدامي. Just you've just done with Charlotte tomorrow. Hygienist is not till July. Just a check-up, yeah. Okay. تكون اوكي. صح، انت قوية سترونج. جود. Good E has got a very big. Is that a filling? Did you get that? شايفين الشمس حلوة كيف؟ الجو رهيب، شمس. طيب يا حبايبي حلوين، حبيت اشارك معاكم الليله بيزي يوم بيزي شديد. فدي كل التفاصيل حاجتنا. طبعا هنا اكلنا كاري تشيكن مع رز، والجو حلو شديد الايامات دي يا بنات، الجو رهيب شديد. فزي ما قلت لكم يعني كل الناس يسالوني عن لمورة، بس حبيت اطمنكم واوضح لكم انها هي سافرت. فالحمد لله هي كويسة بصحة وعافية. بيقول لي بنتك اختفت، بنتك وين؟ انا عارفة انه اغلبية الناس لما شايفين انا ولوجين برانا ماشيين وجايين وكده اكيد يعني حتلاحظوا انه اختفاء لمورة يعني. فبس حبيت اوضح الحاجة دي. بس طبعا لمورة سافرت ايام الاجازة اللي جات بعد الاسبوعين. من الوقت داك هي سافرت، واصلا هي من قبل الوقت داك بقت ما بتحب تظهر. طبعا زي ما عارفين انه انا في يعني طبيعة الفيديوهات حقتي مثل لما نكون طالعين او ماشيين مكان او طلوع او حاجات حلوة زي دي، فالناس بيسهروا يعني كلنا احنا كأسرة قاعد نسهر سوا. فانا عارفة انتوا بتحبوا انه نسهر وكده. انا ذاتي عندي حركة بتاعت انه زول يطشش الوش، يغبش الوش، شنو الحركات اللي بيعملوها الناس دي عشان مثلا زول ما يسهر. انا ما قاعد احبها. يعني ما بحب انه مثلا نكون مثلا في صورة او في حاجة، مثلا لو في زول ما داير يسهر اقوم اجي اعمل زي المجرمين اللي بيجيبوهم زمان يعملوا عيونه كده فيها طشاش كده بتاع كده، يجيبوا وشه مسوى كده يعني مغطى. فالحركة دي انا ما بحب اعملها. يعني ما بحب حتى الناس لو في زول عملها انا قاعد احضر في الفيديو حقه بطلع منه طوالي. الحركة دي ما بحبها.
فاما الحاجه تظهر اما ما تظهر خالص، لكن كون انه يجيبوها ظاهره عامله كده وكده ما بتنفع معي. فعشان كده بفضل انه الفيديو ما يظهر اصلا. فبس ان شاء الله تكونوا فاهميني. حركة الشريط اللي بيعملوه في العيون، حركة الوش يكون فيه ستيكر مغبش كده مطشش، الحركات اللي بيعملوها الناس اللي بيقولك احنا دايرين نحافظ على خصوصياتنا. فلو دايرين تحافظوا على خصوصياتكم ما صوروا مرة واحدة او صوروا عديل. لكن الحركة دي انا ما عارفة الناس رايهم شنو فيها، لكن انا من نوع الناس اللي بنزعج. فما عارفة اذا انا زول الوحيد اللي بنزعج ولا كل الناس بتنزعج. فاعذروني يعني على انه انا بنزعج. ولو في زول قال لي مثلا انت صورتي فيديو او صورتي حاجه انا ما داير اظهر، اعملي لي ستيكر في وشي، اعملي لي حاجه كده ولا كده، انا بمسح الفيديو كله وخلاص او بحطه في البرايفت وبنتهي من القصه دي. نتعب البانكيك. أنا أحب المكونات حقت البانكيك دي بيضتين ورشه بتاعت فانيلا، معلقه صغيره حليب، معلقه زيت، معلقتين سكر. فبس المهم يعني انا ضفت لها حبه من الباكنج بودر. كل المكونات بسيطه شديد. لما تيفها كبيرة يا كي في صبع الصبع فكروا أحب خلاص انا عملت شوربه عدس حاجة دافيه سمحه. تعرف أكتر نعم أنا بما ان لوجين مهتمه بشكلها عامل كيف. أنا فهمنا انا كبيتها طلعت عندها عضانين ما عارفه ليه، فقاعد ارنب. أنا جديدة هو ايش ارنب ده ضنان وشه ضنان وشه. طيب يا حلوين، طبعا حبيت اشارك معاكم المعلومات واجاوب على اسئلتكم. في اسئله كتيره قاعدين تسالوني لها، ان شاء الله حقعد لها قاعده كده خاصه وهجاوب على الاسئله سؤال سؤال بكل التفاصيل ان شاء الله. بس اتمنى يعجبكم فيديو ليلة. ولو حابين اعمل فيديو فيه الاجابه على الاسئله اللي ما جاوبتها، او اراجع الاسئله او الكومنتات حقتكم، يعني اعمل فيديو بس يكون عبارة عن مراجعة للحلقة بتاعت مراجعة للأسئلة أو الكومنتات اللي أنا ما جاوبت عليها، وروني في الكومنتات. وطبعا بس عايزة أقول لكم إنه حال الدنيا تجمع الناس وتفرق الناس، دي حال الدنيا. فأنا زولا ما بحب الوداع نهائي نهائي بجد، يعني الوداع بالنسبة لي حاجة صعبة شديد فما بحبه. اتمنى يعجبكم فيديو الليله يا بنات. ما تنسوا تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه لو ما مشتركين. شكرا لكم على دعمكم، شكرا على كومنتاتكم الحلوه والظريفه. طبعا انا مبسوطه شديد انه وصلنا 7000 ما شاء الله تبارك الله، يعني قاعدين نكبر ونكبر. فبس شكرا لكم على دعمكم المستمر وعلى كومنتاتكم الحلوه والظريفه وعلى الشير وعلى كل دعم انتم بتقدموه للقناه. ان شاء الله نكبر ونتم 10,000 لحد ما نتلاقى ان شاء الله مره تانية في فيديو جديد. مع السلامه.